سكر. تمام؟ والموضوع اتسكر بالنسبة إلي. تلقيحات في منتديات، كلام رايح جاي في بتات من جديد. أنا بدي أعد من اليوم، من هذا اللحظة، تمام؟ من هذه الساعة بداية لك يا محمد عبده ما حدش يلقى عليك ولا يجيب سيرتكم في شيء، كل واحد من عنده. وحسن قنديل مشكلتي أنا ومرند بنحلها، أنتوا اطلعوا منها، تتدخلوش. التزم يا محمد عبده وأنا بلتزم. بتكلمش عن المستوى الشخصي، بتكلم عن الناس اللي بتدخل بفكات بتولع الدنيا بيني وبينكم. تمام؟ اوكي؟ في ناس معينه بتفوت بتولع الدنيا، مش معروف قرعت لنا من وين يعني. العمره ما كانت من ماي هارت بالمناسبه، لقيت اسماء غريبه موجوده في منصات ثانيه. منصه عمر ومش عارف مين، اسماء غريبه بتهاجم فيا يعني. يا اخويا يا حبيبي، كل اللي بدي اياه منك انا في حالي او انا في منصتي ان شاء الله بدي اطلع اشخ على المنصه، ما حد له فيا، بس مش مقرب عليكم، كل واحد في حاله. اللي لقيت بكره مفتوح بك او في منتديات اتلقحت او انفتحت لي لمنتدياتكم، فتح عليه لبتات، عداني العيب، عداني العيب. انا مش همسك فيكم، اقسم بعرضي انا ماسك فيكم ولا كلمه، ولا حاكي معكم كلمه، بس ولا كلمه حاكي. لكن حتسمعوا بنفسكم، دنياكم حتسمعوا قبل ما تشوفوا، وانتهى الموضوع. كل واحد من عنده، وكل واحد في تمه حلوه يسكرها، يبلعها ويسكرها. انتوا في حالكم قلتكم وانا في حالي. لما انا كلمه الحق بطلع بتكلمها، ها، وعملتوها. وعلى فكره 99% من الناس اللي مش معاكم عارفين انا بحكي صح. 99% قاعد على السطح بيعرف انه كلامي صح. انا ما غلطتش، انا ما غلطتش، بس انتم الناس. حسن قنديل المجاهد المرابط، حسن قنديل زيه زي 2 مليون ونص فلسطيني في غزه. مش حسن قنديل لوحده اللي في غزه، لا، 2 مليون ونص فلسطيني في غزه. تمام؟ حسن قنديل زيه زي اختي، زيه زي زيه زي ابن اخويا، زيه زي ابن عمي، زي اي انسان موجود، زيه زي جوز اختي، زيه زي اهلي في غزه. تمام؟ مش حاله فرديه يعني. اوكي؟ المجاهد اللي مش عارف ايش. وانا ابن غزه وعشت في غزه 30 سنه يعني، وحضرت حروب غزه طاحنه. حضرت حرب 2009 و2008 و2010، هذه حروب كانت مدمره على قطاع غزه. وجولات 2005 و2004 والاجتياحات والقصص هذه كلها حضرته. ما انا من غزه، مش جاي من كوكب ثاني او رامي حالي على غزه ولا لقيت في غزه لا سمح الله. لا، عيلتي قدمت، عيلتي عيله مناضلين، اسم يفتخر فيها عيله الكحلوت. فكل واحد يحط في تمه صندل ويطبه. تمام؟ لا غلطت يا حسن قال لي ولا شيء. الكلمه الوحيده قلت له يا حسن اعمل محتواك، اعمل مبادرات يا اخي واحنا معاك، بدل الطبخات. لا، ورولا بيقول لك كيف يا ابراهيم، رولا اللبنانيه، كيف يا ابراهيم اللي في هيك فهمتوا؟ كيف يا ابراهيم تطلع تتكلم وما بصير مش ما بصير؟ يا رولا يا اختي العزيزه، انا حكيت شيء غلط، انا ما اغلط في حسن، انا ما اغلط في حسن، انا طلعت حكيت كلمتين، ها، وانتهى الموضوع. بس المربع هذا مربع قدر، مربع وسخ، مربع كلمه الحق بتدفع ثمنها. الكل صار لما حكينا في الدين، ها، وكلامك في الدين كلام صح على فكره، ما غلطتش، انا ما غلطت في الدين، انا نابع من كلام ديني خالص، ما غلطت في الدين. اتهمتونا انه احنا داعش، واتهمتونا انه احنا قتلنا، اتهمتونا شخصيا قاتل الجنود المصريين فوق. الله لا يمسيك بخير منا كده. تمام؟ ناس وسخه، ناس قذره فعلا. لما طلعت اتكلمت في الدين طلعت بما ينص عليه ديني اللي انا بتكلم فيه، وبالرغم من هيك قلنا يلا مش مشكله، اعتذر يا ولد عشان الموضوع هيك طيب خاطر الناس، وانخمدت. اتكلمت طالعين يا ولد المراه، يا ولد المراه ما كل واحد يحط جزمه في تمه. شو علاقتهم في غزه وفي مواضيع غزه؟ انت يا ابراهيم تبع انا مش تبع المبادرات يعني، بس انا الله بيعلم ايش ما تطلعش تتكلم في اليوتيوب. ايش بعمل؟ انا بديش احكي، بجيب لكم ناس يعني تتصلوا فيهم.
اجيب لكم ناس تسالوهم ايش بسوي انا؟ بجيب لكم ناس فلسطينيين من مصر موجودين مقطع فيهم السبل. قادر اجيب على فكره، بس من الشخصيات اوه انا اليوم عملت لا. وبعدين في رقبتي في بشر في قطاع غزه، في رقبتي في بني ادمين في غزه. انا مش مقصر على مدار الفتره اللي فاتت كانت كلياتها.